كلنا حافظين الجملة اللي في الكتب. عباس بن فرناس ركب جناحات وطار ووقع ومات، صح؟ أحب أقولك إن الكلام ده أبعد ما يكون عن الحقيقة. الراجل ده كان إيلون ماسك العصور الوسطى، والنسخة العربية من توني ستارك. إحنا بنتكلم عن أول بني آدم في التاريخ عمل عملية طيران ناجحة وفضل محلق في الجو أكتر من 10 دقايق قدام عيون الناس كلها. ابن فرناس ما كانش مجرد واحد هاوي، ده كان عالم فلك وكيمياء ومهندس تقيل. قبل ما يطير درس حركة الطيور والرياح وصمم جناحين من الريش والحرير بحسابات هندسية دقيقة، وبالفعل نط من فوق جبل في قرطبة وطار لمسافة بعيدة جدا. المشكلة الوحيدة ما كانتش في الطيران، كانت في الهبوط، لأنه نسي يخترع ديل للبدلة بتاعته يوازن بيه نفسه وهو نازل، وده اللي خلاه يتخبط خبطة جامدة في ظهره، بس ما كانتش هي السبب في وفاته زي ما الإشاعات بتقول. واللي بجد هيصدمك إن عبقريته ما كانتش في الطيران بس. الراجل ده هو اللي اخترع زجاج تصحيح النظر، أو زي ما بنسميها دلوقتي النضارات، اللي لولاها كان نص كوكب الأرض مش شايف دلوقتي. وهو أول واحد عمل قبة سماوية في بيته بتعرض النجوم والبرق والرعد بميكانيكا معقدة، لدرجة إن الناس كانت بتجيله من كل مكان عشان يشوفوا المعجزة دي. عباس بن فرناس هو اللي حط حجر الأساس لكل طيارة بتركبها النهاردة، واسمه محفور على فوهة بركان على القمر تكريما ليه. يعني أجدادنا ما كانوش بس بيحلموا، دول كانوا بيطيروا ويخترعوا ويسبقوا العالم كله بآلاف السنين. لو فخور إن أول طيار في التاريخ كان من دمك، اعمل فولو ولايك واشترك في كريبتون عشان تعرف الحقيقة ورا الأساطير اللي غيرت تاريخنا. استنوا القصة الجاية عن أول جامعة في التاريخ. سلام.